شيء لله لنا ولهم الفاتحة. ثم إلى أرواح الأئمة المجتهدين ومقلدين في الدين والعلماء الراشدين والقراء المخلصين وأئمة الحديث والمفسرين وسائر ساداتنا الصوفية المحققين، وإلى أرواح كل ولي وولية ومسلم ومسلمة من مشارق الأرض إلى مغاربها ومن يمينها إلى شمالها. شيء لله لنا ولهم الفاتحة. ثم إلى أرواح مشايخ القدرية ونقشبندية وجميع أهل الطرق، خصوصا سلطان الأولياء سيدنا شيخ عبد القادر الجيلاني، وسيد الطائفة الصوفية سيدنا شيخ عبد القاسم الجنيد البغدادي، وسيد الشيخ شريف شرطي، وسيد الشيخ معروف كرخي، وسيد الشيخ حبيب الأجمي، وسيد الشيخ حسن البصري، وسيدنا شيخ إمام جعفر صادق، وسيد الشيخ يوسف الهمداني، وسيد الشيخ أبي يزيد البسطامي، وسيد الشيخ محمد بهاء الدين النقشبندي، وإلى حضرة الإمام رباني وأصولهم وفروعهم وأهل سلسلاتهم والآخذين منهم. شيء لله لنا ولهم الفاتحة. ثم إلى أرواح ساداتنا وحبائبنا الحسانيين والحسينيين وأصولهم وفروعهم، وإلى أرواح سائر العلياء التسعة ومن حولهم وأعوانهم وأصفائهم والمجاهدين معهم وأصولهم وفروعهم، وإلى صاحب هذه الولاية ومن حوله من أولياء الله والعلماء بالله والمشايخ في الله وعباد الله الصالحين. شيء لله لنا ولهم الفاتحة. بوجهه وخضعوا له من ذلك الوقت، وكان رضي الله عنه يقرأ في 13 علما: التفسير والحديث والخلاف والأصول والنحو والقراءة وغير ذلك. وكانوا تلاوة بالإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنهما. وكان العلماء العراق يتهجمون من فتواه ويقول سبحان من أنظر ورب الإمامة وسؤال أجل العلماء والجواب. سورته رجل حلف بطلاق الثلاث أنه لا بد أن يعبد الله تعالى عبادة يفرد بها دون الخلائق أجمعين في ذلك الوقت فرؤوس الأشهاد، ثم يرجع إلى كرسي وكان كل مأمورا بالطاعة. قال خادم شوم عبد الله محمد بن عبد الفتاح الفروي: ختمت الشيخ عبد القادر رضي الله عنه. الفاتحة. مدة 40 سنة، وكان يصلي الصبح بوضع العشاء هذه مدة كلها، وكان إذا أحدث جدد في وقته وضوء وصلى ركعتين. وكان إذا صلى العشاء دخل خلوته فلا يمكن أحدا أن يدخله معه ولا يفتح ولا يخرج منها إلا عند طلوع الفجر. ولقد أتاه خليفة مرارا بالليل يفسد يزيد مائه فلا يقدر على ذلك، ثم
جالس متوجها مراقبا إلى طلوع الفجر، ثم يدخل في الابتهال والدعاء والتدلل، ويشاء النور يكاد يخطف بأبصاره لا يخفي عن النظر. قال وكنتم أسمع منه سلام عليكم سلام عليكم، وهو يرد السلام إلى يهود لصلاة الفجر. وكان رضي الله عنه يقول لا ينبغي فقير أن يتصدى ويتصدى الإنسان الذي إلا أعطى الله المولى بين يدي سيفك أحد الناس وصحبه إلى أحمد. وكان رضي الله عنه مع جلال قدره وقدسته وعلو ذكره يعذب الفقراء ويجالسهم ويكفي لهم ثيابهم. وكان يقول الفقير الصابر أفضل من الغني الشاكر، والفقير الشاكر أفضل منهما، والفقير الصابر الشاكر أفضل من الكل. وما أحب البلاء والتلذ به إلا من عرف المبري. وكان يقول اتبعوا ولا تبتدعوا وأطيعوا ولا تملكوا واصبروا ولا تجزعوا واعتذروا الفرج ولا تيأسوا واجتمعوا على ذكر الله تعالى ولا تتفرقوا وتطهروا بالتوبة عن الذنوب ولا تتلطفوا وأما بمولاكم لا تبرحوا. وكان يقول لا تفعل جلب النعماء ولا تفعل البلوى فإن النعماء واصلة إليك سألناكم وللظلمات رجوناكم وفي أمر قصدناكم فشدوا عزمكم لله. تحقق لي إشارتي بإشارتي ويصفوك منا عباد الله شفيع الخلق عند الله عباد الله عباد الله أجلسنا لأجل الله وكونوا عوننا لله عسى لحظات بفضل الله. اللهم وكما أحضرتنا ختم كتابك الذي عرفت في عن شرع أحكامك وإيك الذي أرسلته فرقا بين حلالك وحرامك وندبتنا للتعرض لسببه الجسيم وحضرتنا على لسان وعيده سدد عذابك الأليم فاجعلنا ممن تلين قلوبهم عند السماء. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج هذا المسلمين ربي إلى الشاكرين وتوفنا مسلمين وابعث بنا الآمنين في زمرات السابقين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين
زمرة السابقين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين ربي إلى الشاكرين وتوفنا مسلمين وابعث بنا الآمنين في زمرة السابقين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين بجاه طه رسول ربنا بالقبول وبلغنا كل رسول ربي استجب لي امين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين أرضك ربي جزيل وكل فعل جميل وفيك عمل طويل فجد على الطامعين يا أرحم الراحمين يا أرحم كل حين وزمان سر ويبسل والعطايا والرضوان قد يرى بين الحور والولدان من غدا يذكرها فازها بين الأقران يا لها من كلمة أشرقت منها الأكوان والغدا مشهورة بين إنس ثم الجان والغدا لكنها آلهة وهدى الإنسان إلى من ربه دون كيد أو ميزان ربنا فعنا بها يا عظيم هدى ربي أعظم أمرنا وطلق راجعنا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم
في قلوبنا إلى الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا لطيف يا كريم يا رؤوف يا كريم يا الله يا عظيم الذي يرحم يا غفر الذنب العظيم يا حنان يا منان يا كريم الإحسان يا من إذا سئل أعطى إذا سئل عن بعلومهم وبركاتهم وكراماتهم وأسرارهم وأنوارهم خاصا بحق وجه سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه أجمعين وبركات سلطان الأولياء سيدنا الشيخ القادر الجيلاني وسيدنا الشيخ جعفر بن حسن بن عبد الكريم البرزنجي وسيدنا الشيخ محمد عثمان الإسحاقي وسيدنا الشيخ أحمد أسراري الإسحاقي رضي الله عنهم اجعل اللهم إيماننا وإيمان أهلنا وطلابنا وجماعتنا ومن حولنا سراجا ولا تجعلنا ولهم استدراجا وارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعل مستبين علينا فنتبع هوانا واجعل جمعنا هذا جمعا مرفوضا مرحوما واجعل جمعنا هذا جمعا مرفوضا مرحوما واجعلنا جمعنا هذا جمعا مرفوضا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا مهديا معصوما اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك واهلنا بفضلك ولطفك وكرامك وجودك عمن سواك اللهم اكدنا من غفلتنا بلطفك واحسانك واهدنا عن كل حجاب بنذرك وحمايتك وخلصنا عن ذنوبنا بعفوك كريم يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بحق وسر بالنور الفاتحة. الجنة نعيمها سدت لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه اللهم صل نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره قبل لقاء آدم من الطين اللازم ورد فخر على الأشياء وقال هذا سيد الأنبياء وأجل الأصفياء وأكرم الحبائب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أحضروا قلوبكم عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم صلوا على النبي محمد
يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولآل الكون أنصر وسرور قد
وسترنا برداء مغفرة عيوب. اللهم إنه كان معنا في السنوات الماضية إخوان منعهم القضاء عن الوصول إلى مثلها، فلا تحرمهم من ثواب هذه الساعة وفضلها. اللهم ارحمنا إذا صرنا من أصحاب القبور، ووفقنا